السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نخصوه للفقره ديال المكملات الغذائيه. من بعد ما هضرنا على كيفاش تصوب البروغرام ديال الماكله، وهضرنا على كيفاش تصوب البروغرام ديال لاصال من ا حتى لزد. الا باقي عندكم اي سؤال بخصوص هاد المسائل هذه خليو لي في كومونتير، غادي نوضحها لكم ان شاء الله. المهم اليوم غادي نهضروا على المكملات الغذائيه، واول حاجه بغيت نقولها لكم، واش ضروري ناخذ المكملات ولا لا؟ لا، ماشي ضروري، ولكن حتى الا بغيتي تاخذ المكملات غنقول لك شنو المكملات اللي تقدر تاخذ. اول حاجه خاص يكون العمر ديالك على الاقل 16 عام، يعني الا كنتي قل من 16 عام نسى عليك شي حاجه سميتها المكملات. سير لاصال، تريني، تحرك شويه، نشط شويه مع راسك. ملي تكبر توصل 16 17 18 عام، ديك الساعه تقدر تفكر تاخذ المكملات. الوغ اول المكمل اللي غادي ننصح به الناس ياخذوه هو هذا سبيرولينا. هاد سبيرولينا، كيلو من سبيرولينا كيعادل تقريبا شي 1000 كيلو ديال الخضر والفواكه. باش تعرفوا لا دونسيتي ديال هاد السيده هادي، يعني فيها تقريبا فيها كل شيء، فيها سكريات، فيها بروتينات، فيها دهنيات وفيتامينات ومعادن وتري دونس بهاد لي زيليمون هادو. يعني هنايا باغ اكزومبل الا قريت هنايا غادي نلقى تقريبا هادي عندي فيها انايا عندي فيها 65.3 غرام ديال البروتين، يعني ماشي غير سورس ديال الفيتامينات والمعادن، ولكن سورس حتى ديال البروتينات حتى هي. بالنسبه لشحال خصك تاخذ، خصك تبدا تاخذ بواحد المقياس، يعني واحد لا دوز لي صغيره. تقريبا خصك تبدا بواحد 2 3 غرام، وتبقى تزيد كل شويه حتى توصل ل 10 غرام ماكسيموم، ما تاخذش اكثر من 10 غرام. الوغ كما قلت سبيرولينا فهي غنيه بزاف بالفيتامينات والمعادن، يعني الا كنتي كتفكر باش انك تاخذ ملتي فيتامين فمن الاحسن خذ لك سبيرولينا، حيت هي نبته طبيعيه. ماشي بحال الملتي فيتامين، ما عارفش شنو كاين تما، ما عارفش داك الملتي فيتامين على شحال من مرحله تيدوز باش يوصلك، ما عارفينش عليه بزاف ديال الحوايج. وبالتالي فسبيرولينا حسن و اون سورس زوينه بزاف ديال الفيتامينات والمعادن، سورتو الا كنتي ما كتاكلش خضره بزاف اولا ما كتاكلش فواكه بزاف. فهي كتقدر تخدم كمضادة للالتهابات، كتقدر تحميك من السرطان، كتقدر تريقل لك الضغط ديال الدم، وكتقدر تخفض من الكوليسترول الخيب في الدم ديالك. كتقدر تخليك نشيط، كتقدر يعني كتخليك تحس براسك عندك الانرجي. كيفاش تاخذ هاد السبيرولينا؟ كما قلت لكم من 3 حتى ل 10 غرام في النهار، ومن الاحسن تاخذها مع الليمون باش تطيح منها المذاق، حيت المذاق ديالها شويه خيب. من بعد ثاني مكمل غادي نهضر عليه هو هذا الاشفاغندا. الاشفاغندا عندها بزاف تاهي ديال الفوائد، اللي منهم انها او اهمهم اللي علاش الناس اصلا كتاخذها اللي هو ستريس. كتهبط من المستوى من الهرمون ديال الكورتيزول، وبالتالي الا هبط المستوى ديال الكورتيزول المستوى ديال التستوستيرون كيتحسن. الا تحسن ولا عندك ولا طلع المستوى ديال التستوستيرون، فانك غادي تبني عضلات كتار، غادي طيح دهون كتار، المود ديالك غيكون مزيان، وكتخدم حتى انك تعاون على القلق المرضي. ماشي القلق المرضي ديك الدرجه، ولكن المهم كتخفف ستريس بزاف. و الا خفف ستريس فبيان سور حتى الكاليتي ديال النعاس ديالك فهي حتى هي كتحسن. ولا تحسنت الكاليتي ديال النعاس ديالك فان حتى الريكوفري ديالك من بعد التمرين حتى هي كتحسن، حياتك كلها كتحسن. حيت النعاس النوم كيلعب واحد الدور مهم بزاف في الحياه ديالنا، ماشي غير في العالم ديال الرياضه ولكن في الحياه ديالنا ككل. فهي كتعاون بزاف من هاد الناحيه هذه. وثالث مكمل اللي هو الكرياتين. هاد الكرياتين اخوتي كتاخد منه 3 غرام في ما بين 3 حتى ل 5 غرام في النهار. اي شنو تيدير هاد الكرياتين؟ كيعاون باش ان العضله ديالك، يعني ما بين الخلايا ديال العضله ديالك يعمروا بالماء. الا عمروا الخلايا ديالك ديال العضله ديالك بالماء فانها كتصحاح. راه بحال الا شديتي قرعه خاويه وبركتي عليها مقارنه ملي شديتي قرعه عامره بالماء وبركت عليها، يعني كتبان العضله ديالك انها فول، يعني عامره مزيان صحيحه، وانها كتعاونك حتى باش تزيد في القوه ديالك. الوغ كلشي عارف الكرياتين، كلشي كيهضر على الكرياتين، كاين بزاف ديال الفيديوهات على الكرياتين في يوتيوب. يعني الا عندكم شي سؤال بخصوصه حطوه، غير هو راه تيعاون ومفيد وكيخدم مزيان. يعني هنا كنعطيكم غير المكملات اللي غتستافدوا منهم، ماشي المكملات اللي غير السميات بحال مثلا فات بيرنرز، يعني اللي كيحرقوا كيساعدوا على حرق الدهون وداكشي كامل. داكشي ما منه حتى شي حاجه، وداكشي ما كيخدم ما حتى شي حاجه، غادي تضيع غير فلوسك. انا هنا كنعطيك الحوايج اللي
غادي يخدموا لك. يعني كما قلت لكم الكرياتين اشنو تيدير؟ قلت لكم اش يدير. الو كيعاون حتى انه كيزيد شويه ديال الطاقه. والسؤال كان جاني واحد السؤال في واحد الكومونتير غتلقاوه هنايا، اللي هو الا حبست الكرياتين شنو غادي يوقع؟ الوغ كما قلت لكم الكرياتين كيعاون باش انه يخزن الماء داخل العضله، ماشي يخزن الماء خارج العضله ولكن داخل العضله. يعني هذا الشيء شي حاجه مزيانه ماشي شي حاجه خايبه باش يخزن الماء. يعني الا حبست الكرياتين فلو كور ديالي، يعني الجسم ديالي مع الوقت غادي يبدا يخسر هاد هاد الماء هذا، غادي يبدا يخرج ليا من العضله. انا غادي نبدا نبان شويه مثلا انني ماشي فل، يعني ماشي عامر كما كنت، ولكن بالنسبه للعضلات ديالي ما غنخسر حتى شي عضلات. علاش؟ حيت غنكون ديجا بقيت مكمل في لونطريمون. يعني شنو غادي يقدر يوقع لك اصلا، حيت هو لافي ديالو ما غاديش يبان سير بلاص، يعني غيبان من بعد واحد شهر ونص شهرين عاد يبدا ليفي ديالو، عاد تبدا العضله ديالك تخوى من الكرياتين. عاد ديك الساعه تقدر تشوف شي حاجه بدلات، ولكن انت راك غتكون ديجا ترينيتي. يعني باختصار ما غادي تشوف حتى شي ديفيرونس تقريبا. حيت الكرياتين شنو غيقدر يدير لك؟ مثلا الا كنتي انت كتهز 60 كيلو مثلا في البنش بريس كدير بها 10 ديال لي ريبيسيون، مثلا الا حبستي الكرياتين فغتقدر تولي دير 9، غتولي تجيك 9 صعيبه شويه، ولكن غتقدر دير 9 ولكن غتجيك صعيبه شويه. ماشي بحال لك انت كتاكل الكرياتين غادي دير 10 ديال لي ريبيتيسيون حتى ل 11 ديال لي ريبيتيسيون. يعني كيعطي واحد الفرق اللي طفيف، ولكن راه كيخدم من ناحيه انه كيخليك تبان عامر، وكيخلي يعني العضله ديالك تبان عامره، وكيزيدك واحد شويه ديال القوه. ولكن الكرياتين هو من احسن المكملات اللي تقدر تاخذ. من واخيرا وليس اخيرا عندنا الواي ديال الواي بروتين بالنسبه للناس اللي ما كيقدوش ياكلوا بزاف. كلشي كيقدر ياكل بزاف، ولكن بالنسبه للناس اللي تيحتاجوا باغ اكزومبل واحد الكميه كبيره ديال البروتينات، بحال مثلا واحد فيه 100 كيلو ما غيحتاجش نفس النسبه ديال البروتينات ديال واحد فيه 50 كيلو. يعني الا كان بنادم كيحتاج بروتينات بزاف فيقدر يعاون بهذا واي بروتين. بالنسبه للواي بروتين راه ماشي شواكي ماشي ستيرويد، خليونا من ديك الهضره كامله. البروتين ما تيدير لك حتى شي حاجه من غير انك في العاود اللي مثلا غتمشي تاخذ مثلا 100 غرام ديال اللحم كتاخذ سكوب من هذا بروتين. شنو هو البروتين هذا؟ غير الحليب منشف، هو نيدو. يعني نيدو كيشدوه كيعزلوا منه السكريات كيعزلوا منه الدهنيات كيبقى لك هذا صافي. هادشي اللي كاين. يعني هذا هو الواي بروتين، بلا ما نعقدوا الامور، بلا ما نبقاو لا تيضرب البروتين تيضرب هادي داكشي راه ما منه حتى شي حاجه. يعني البروتين بروتين عادي كما كاين في اللحم كما كاين في الحليب كما هنا كتاخذوا كونسونطري بحال هكا ومزيان بزاف. انك مثلا ورا لونطريمون تاخذ سكوب ديال الواي مع تقريبا واحد 300 مليلتر حتى نص لتر ديال الحليب مع واحد البنانه. يعني لو كور ديالك كيكون محتاج البروتين اللي يكون سريع الامتصاص، ما تقدر تاخذ واي بروتين. هادشي اللي كاين. دونك هادو هما المكملات اخوتي اللي كنصح بهم ان بنادم ياخذهم. واش ضروري ولا ماشي ضروري؟ لا ماشي ضروري. وفوقاش غادي يخدموا الا مشيتي طبقتي الفيديو الاول والفيديو الثاني اللي درت، اللي هما 4 الفيديوهات ولكن مقسمين. يعني خصك تكون غادي ديجا على واحد النظام غذائي اللي يكون مقاد، وخص تكون غادي على واحد النظام ديال لونطريمون اللي يكون مقاد. راه الا ما كنتيش غادي على نظام ديال غذائي مقاد، راه ما تاخذ في السبيرولينا، راه ما تاخذ في الكرياتين، راه ما تاخذ في داكشي، راك ما غاديش تحرق دهون، ما غتبني عضله، ما حتى شي حاجه. حيت ديما لو كور ديالك واش تاخذ البروتين الكافي ولا ما كتاخذش، الله اعلم. واش تاخذ السكريات الكافيين ولا ما كتاخذش، ما عارف. انت غير كتاكل، ما عندك نظام، ما عندك حتى شي حاجه. يعني حاجه اخرى نسيت ما قلتهاش على الكرياتين. يعني الكرياتين يقدر ما يخدمش ليك، يقدر يخدم ليك حيتاش هو تيخدم الاغلبيه ديال الناس، ولكن كاينين شي ناس اللي ما كيشوفوا حتى ريزولطا منه، يعني ما كيأثرش فيهم. وهاد الناس اللي ما كيأثرش فيهم يعني حتى لا حبسوه يعني هو اصلا ما مأثرش فيهم. وكاين اللي يعني كيفاش غنقول لكم، كاين اللي كيأثر فيهم 50%. يعني كاين واحد النسبه، ماشي كلشي كيأثر فيه بنفس
بنفس الدرجه. يعني حتى الى حبستيه من بعد فانك على حسب انت والاستقبال الجسم ديالك لهاد الماده هذه. الوغ اخوتي، الى عندكم اي سؤال خليوه لي في كومونتير. بغيتو مثلا ندير فيديو بالديتاي على الكرياتين، ندير فيديو بالديتاي على الاشفاغندا، ديتاي على سبيرولينا، ديتاي على الواي بروتين، على اي حاجه عندها علاقه بالونطريمون، مرحبا بكم في كومونتير. خليو لي كومونتير غادي ندير عليه فيديو. اي تهلاو.